في المركز الرابع هدف مصطفى الجمل لاعب نادي بتروجيت في مرمى نادي الزمالك في الاسبوع ال 14 من دوري نايل. طيب خليني اقول لك المشهد. الدقيقه 94 والحكم مدي 6 دقائق وقت بدل ضايع، النتيجه 0-0. ولك ان تتخيل عزيزي المشاهد مدى الضغط اللي في اللحظات دي على لعيبه الفرقتين. تماس بتروجيت في نص ملعب الزمالك من ناحيه اليمين، استلمها خالد ابو زياده بكل سهوله ولف ورفع عينه لقلب الملعب، اللي لمح مصطفى الجمل اللي اتحرك له كويس قوي بين لعيبه نادي الزمالك. وبص بقى الراجل عمل ايه، بص اللعيب الكويس، اللعيب صاحب اللمسه اللي بيعرف يتصرف تحت ضغط عمل ايه، عشان دي من الاهداف الاندر ريتد قوي السيزون ده. الطبيعي ان احنا متعودين ان عبد الله السعيد هو اللي بيعمل في الخصوم، لكن بص شوف الجمل بيعمل ايه. اول ما استلم الكره الجمل انقض عليه عبد الله السعيد، لكن بحس اللعيب الحريف سحب الراجل الكره بكعب رجله وتخلص خالص من السعيد. دخل عليه دونجا قال له رايح فين يا عم الجمل، احنا مش في الحبشه يابا ما تجريش. هوب شرب دونجا حته زيدان وعدل الكره على رجله اليمين عشان يفتح لنفسه زاويه التسديد، وكتم الكره في البعيده ولا اجدعها حارس يجيبها بالقوه دي من البعيد، وهاتها من الشبكه يا عم صبحي. هدف خرافي 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 من مصطفى الجمل، استحق ان يكون واحد من افضل اهداف السيزون المصري.